تمام، ركز معايا هنا. احنا دخلنا على مستوى أعمق شوية في نت ليميتر. بعد ما عملت تعديلاتك وفهمنا الدنيا في الفيديوهات السابقة، أظن شرح كان مفصل وماشي معاكوا خطوة بخطوة لحد إن شاء الله وهنخلص البرنامج أغنية ونفهم كل حاجة فيها، وده الفيديو الثالث. ولو انت مش فاهم أي حاجة في البرنامج ما تكملش الفيديو، ارجع يا أول فيديو موجود صندوق الوصف أو في علامة الآي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم في فيديو جديد. أنا أخوكم أحمد الغاوي من قناة الكلام مش هيخلص. ماي فيسبوك بيج غاوي اديتور غاوي تعديل. لكن قبل ما نبدأ الشرح، أرجو من حضراتكم الدعاء لصديقي الراحل الباشمهندس أحمد نجيب بالرحمة والمغفرة. وده المكان اللي بيقول لك أنت عملت إيه فعلا في البرامج. بص، دلوقتي إحنا واقف على رول ليست، تاني أوبشن في الشريط اللي من فوق ده. ودي ببساطة قايمة بكل القوانين رولز اللي أنت عملتها، يعني أي ليميت، أي بلوك، أي تحكم، كله متسجل هنا بالتفصيل. خلينا نفكك الشاشة دي واحدة واحدة. أول عمود عندك تايب، وده نوع القانون، يعني بلوكر منع الإنترنت، ليميت تحديد سرعة، priority أولوية. شخص مركز هيقول لي ليميت أنت بتقول عليها يا أحمد مش موجودة، ولا أنت بتتكلم من دماغ؟ حضرتك صح، بس ركز عشان تظهر مع حضرتك الأوبشن limit هدوس على type. مرة واحدة هيجيب لك كل حاجة، وكل مرة هتدوس عليها هيجيب لك حاجات مختلفة حسب التعديلات اللي حضرتك عاملها على البرنامج. ودي برامج أدوبي اللي أنا عامل لها بلوك أو مديها سرعة محددة، يعني من أول نظرة تعرف أنت عامل إيه في البرنامج ده. بعده دير direction، وده الاتجاه، ودي مهمة جدا. in تحميل download، out رفع upload. يعني ممكن تمنع التحميل بس وتسيب الرفع، أو العكس، لكن من بره مش من هنا. وده إحنا شرحناه في أول فيديو، عشان كده طلبت من حضرتك تشوف أول فيديو. حلو السؤال اللي جاي على بالك دلوقتي. أيوة كده، فكر معايا بصوت عالي. يعني يا أحمد يا غاوي، أفهم من كده أي تطبيق مش مغير فيه حاجة مش هيبان هنا؟ الله ينور عليك، حضرتك صح. وده بيديك تحكم دقيق جدا مش موجود في برامج كتير. بعد كده for، وده اسم البرنامج أو العنصر اللي القانون متطبق عليه، زي ما عندك هنا برامج أدوبي، يعني كل رول مربوط بحاجة معينة. نيجي للجزء المهم value، وده بيقول لك القانون بيعمل إيه بالظبط. مثلا deny يعني منع كامل، أو ممكن يبقى رقم يعني تحديد سرعة، يعني ده نتيجة القانون. بعدها state، وده هل القانون شغال ولا لا. active شغال. بعدها wait، ودي ناس كتير بتتجاهلها بس مهمة. دي بتحدد أولوية تنفيذ القوانين لو في تعارض، يعني لو في رول بيقول اسمح ورول تاني بيقول امنع، اللي وزنه أعلى هو اللي يتنفذ. notes، تقدر تكتب ملاحظات على القانون، مفيدة لو بتشتغل على جهاز فيه قوانين كتير وعايز تنظم نفسك. hotkey، تقدر تربط القانون بزرار من الكيبورد، يعني تضغط زرار واحد يتفعل أو يتقفل القانون فوراً، ودي حركة احترافية جداً. دلوقتي نخش على الجزء اللي عملت فيه كليك يمين. أول حاجة info، دي بتعرض لك تفاصيل القانون في حالة لو القائمة دي مش مفتوحة على اليمين، يعني كل بياناته بشكل أوضح. filter info، دي بتوضح لك الفلتر اللي القانون مبني عليه، يعني القانون ده بيشتغل على إيه بالظبط، برنامج، IP، بورت. edit rule، هنا تقدر تعدل القانون نفسه، تغير السرعة أو تغير من بلوك لليميت، يعني إعادة ضبط كاملة. enable rule/disable rule، تشغيل أو إيقاف القانون من غير ما تمسحه، ودي مفيدة جدا لو عايز تجرب تأثيره. delete rule، يمسح القانون نهائيا. edit hotkey،
تغير زرار الاختصار اللي مربوط بالقانون. الخلاصة، رول ليست دي هي سجل التحكم الحقيقي. أي حاجة عملتها على أي برنامج هتلاقيها هنا، ولو عايز تعدل أو تلغي أو تراجع كله من المكان ده. وبكده نكون خلصنا جزء مهم جدا من الشرح. دلوقتي انت مش بس بتستخدم نت ليميتر، انت بقى فاهم انت عملت ايه فعلا جوه البرنامج. كل رول، كل تعديل، كل تحكم بقى قدامك واضح ومفهوم. وصلنا لمرحلة انك تقدر تراجع نفسك، تعدل، تلغي، او حتى تبني نظام تحكم كامل على مزاجك. مش مجرد استخدام، ده احتراف. ولو ركزت في الفيديوهات التلاتة اللي فاتوا هتلاقي إنك نقلت من مجرد معرفة البرنامج لإنك فعلياً بقيت مسيطر على الإنترنت عندك بالكامل. اللي جاي بقى هيكون أقوى، وهندخل في تفاصيل أعمق تخليك تستخدم البرنامج بأقصى قوة ممكنة. لو الفيديو فادك لايك واشترك في القناة علشان توصلك باقي السلسلة، واكتب لي في الكومنتات إيه أكتر حاجة حابب تفهمها في البرنامج أو أي مشكلة بتقابلك وهساعدك فيها بإذن الله. أنا أحمد الغاوي، ونشوفكم في الفيديو الجاي. سلام عليكم.